هلا أنا تزوجت تقريبا 40 يوم، شهر وشوي بس فقط يعني. وبدك تقولي بس تقريبا أسبوع قعدت بالبيت، الباقي بقى متنقلين من مكان لمكان. بتعرفي يعني سوء الأوضاع ما بيخليكي تستقري بمكان واحد. بس لما بعدين قالت لي ماما إنه رح نقول لك خبر بس لا تزعلي يعني، فأنا كنت قل لها شو يعني، شوفي بيتي راح يعني. أنا كنت متمنية كل شيء يروح إلا هو، يعني كل شيء بدون استثناء يعني. فلا قالت لي إنه مات يعني. يعني الله يرحمه. بس لما بيكون شخص بحياتك عم يعطيكي مصدر القوة، أنا كان هو يقويني. أنا لما كنت أضعف فترة من الفترات يقول لي لا أنت لازم تكوني أقوى من هيك، بتطلع بعيونه وأحس نظرة صمود إنه نحن مستحيل يصير لنا شيء. بس لما مات حسيت إنه أنا انعدمت عندي أبسط الشغلات اللي بتخلي الإنسان على قيد الحياة، هي الأمل. ما بقى في عندي أمل إنه بكرة أحلى، لا كل الأيام مثل بعضها. حبيت مصر. أنا لما كنت شوف الأفلام بالتلفزيون ولما أشوف يعني أقول يا سلام قد إيه حلوة، بس كنت أحب أطلع على مصر كسائحة، شنطتي معي، أهلي معي. يعني لما أفكر ببلدي أقول إمتى بدي أرجع، وأرجع له بأي وقت أنا بدي إياه. ما توقعت بيوم من الأيام إني أطلع لاجئة يعني على مصر، مع إنه مصر ما حسستنا ولا يوم إنه نحن لاجئين. ما بطلع على بلدي وشو عم يصير فيها أحداث فما بعرف، بقول وأحيانا بقول مطولة مستحيل نقدر نرجع، بس بعدين بقول لا يعني إن شاء الله رح نرجع ورح نعمرها ورح تصير أحسن من الأول.